بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الغافر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل معلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وربنا عن ذكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من هو هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أحد سواه أسألك إلهي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي بمعاقل العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ووجهك الأكرم واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات كلماتك التامات كلها المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، وأن ترزقني غاية لذة النظر إلى وجهك وغاية الشوق إلى لقائك وغاية معرفتك وغاية محبتك وغاية مشاهدتك وغاية مكالمتك وغاية عافيتك وغاية عنايتك وغاية علومك وغاية أنوارك وغاية أسرارك الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن تقويني في ذلك كما قويته وتؤيدني كما أيدته، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لهم فيما رزقتنا واغفر لهم وارحمهم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang busung si masjid yang dirahmati tuan-tuan imam, seterusnya para hewan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Lebih 2 bulan tuan-tuan, itu cuti tuan-tuan. Jadi ini kita sambung baliklah tuan-tuan. Kita Mabarik Tasawuf Al-Islami ataupun prinsip-prinsip tasawuf Islam karangan Syekh Abdul Hafiz Ali Al-Qarani Al-Qarani pada muka surat yang ke 135 tuan-tuan. Kita masuk pembahasan hangat di antara pandangan fuqaha terhadap tasawuf, iaitu pada bahagian yang ketiga, iaitu al-karamah. Jadi apa dia al-karamah tuan-tuan? Ya, karamah ialah perkara yang luar biasa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas wali-walinya. Jadi maklum tuan-tuan, kita belajar ilmu akidah, perkara-perkara yang luar biasa ni ada yang dikatakan irhas, yang digunakan kepada sebelum dilantik lah, orang tu sebelum dilantik menjadi rasul. Ada yang dikatakan mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Kemudian al-karamah yang diberikan kepada kekasih-kekasihnya. Kemudian al-ma'unah, perlindungan kepada orang awam. Kita jangan lupa tuan-tuan, ada sihir dan juga ada istidraj. Dua benda yang tak elok ni lah tuan-tuan, yang perlu kita timbang-timbang. Jadi tuan-tuan, ianya sebagai satu tanda kebenaran ke atas sesiapa yang dizahirkan padanya. Sekiranya tiada kebenaran, maka penzahirannya tidak harus. Begitulah yang disebut oleh Al-Qushairi di dalam kitab istilahnya. Kebiasaannya karamah ini berlaku di luar pengetahuan empunya diri, dan sebab itulah ia berbeza dengan mukjizat. Maksud dia di luar kemampuan orang yang wali inilah tuan-tuan. Namun begitu tuan-tuan, benda ni menjadi perdebatan jugalah antara Syekh Ibn Arabi rahimahullah ta'ala dengan gurunya. Jadi Syekh Ibn Arabi kata wali ni dia tahu dia wali. Guru dia kata tak, wali ni dia tak tahu dia wali. Syekh Ibn Arabi kata wali ni dia boleh zahirkan karamah, seperti program lah tuan, dia boleh rancang lah. Manakala guru dia kata tak boleh. Jadi tuan-tuan, sebenarnya itulah maqam masing-masing tuan-tuan. Jadi di situ tuan-tuan menunjukkan karamah kerohanian. Ibn Arabi lebih tinggi daripada gurunya tuan-tuan. Jadi dalam tasawuf benda tu boleh berlaku tuan-tuan. Kerohanian murid lebih tinggi daripada guru. Namun begitu bukanlah yang kita cita-citakan tuan-tuan. Kita tak boleh cita-cita nak tinggi daripada guru tuan-tuan. Tapi benda tu boleh terjadi. Jadi bergantung pada makam tuan-tuan. Jadi dalam kitab ni pengarang dia pegang gitulah. Pendapat yang mengatakan wali ni di luar kemampuan dirinya lah. Dia tak tahu. Kebanyakan daripada ahli hakikat berpendapat wali boleh menzahirkan karamah.
tetapi tidak sepenuhnya. Jadi pendapat yang boleh, ya. Ada juga yang berkata sesungguhnya seorang wali itu malu untuk menzahirkan karamahnya. Samalah seperti malunya seorang wanita untuk menyatakan haidnya. Jadi orang perempuan, tuan-tuan, takkan dia nak mengaku dia datang haid, dia diamlah. Begitu juga wali, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Kerana wali ni tahu, tuan-tuan, apa-apa kesenangan yang kita dapat di dunia, Allah kurangkan di akhirat kelak. Jadi dia tak nak tu, tuan-tuan. Itu dunia, itu nak senang, tuan-tuan. Kalau boleh tunjuk orang, habis semua dia tunjuk. Kadang-kadang saya tengok lepas semayang, dia duduk belakang imam, tuan-tuan. Lepas semayang terus keluar handphone dia, ambil gambar imam, atau ambil video, tuan-tuan. Lepas tu dia update lah media sosial dia, tuan-tuan. Itu dia, tuan-tuan. Kita tak boleh simpan ibadah kita, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan, ibadah ni kita simpan, tuan-tuan. Kesalahan taubat kita simpanlah, tuan-tuan, kecuali kesalahan yang terbuka, jadi kita kena zahirkannya untuk bagi orang lain kita bertaubat. Tapi kesalahan yang tersembunyi Allah dah tutup. Kenapa kita nak buka? Begitu jugalah kebaikan-kebaikan kita. Kenapa kita nak letak, tuan-tuan, nak beritahu pada orang lain. Jadi begitulah, wali ni dia malu, tuan-tuan, untuk mendakwa karamahnya. Ibn Athaillah As-Sakandari berkata dalam kitab Hikam, tidak semua orang yang terpilih mampu membuang semua sifat kemanusiaannya. Ini menunjukkan kesudahan mereka pada karamah yang mana ia adalah perkara luar biasa. Bukan semuanya yang terpilih terlepas daripada hawa nafsu. Jadi maksud, tuan-tuan, boleh tak orang yang belum sempurna kerohaniannya dikurniakan Allah karamah. Jadi mengikut Syekh Ibn Athaillah boleh, tuan-tuan. Walaupun dia belum sempurna kerohaniannya, boleh juga terzahir, tuan-tuan, karamah pada dirinya. Namun begitu, tuan-tuan, kita ambillah garis panduan yang ditetapkan oleh guru kita Said Ahmad bin Idris rahimahullahu ta'ala, indanal istiqamah hiya rayatil karamah. Di sisi kami istiqamah, iaitu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, merupakan karamah yang terbesar, iaitu istiqamah. Jadi, tuan-tuan, kenapa ada yang kata istiqamah? Sebenarnya karamah ni, tuan-tuan, dia boleh berlaku disebabkan dua keadaan. Yang pertama, kerana karamah itu zahir disebabkan keimanan seseorang. Jadi keimanan seseorang ni, tuan-tuan, akhirnya dia dikurniakan iman yang kuat, akhirnya dia syuhud, tuan-tuan, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada peringkat yang pertama ni lah, tuan-tuan, walaupun dia belum betul-betul orang kata sempurna perjalanannya, karamah dia boleh terzahir. Karamah yang kedua, tuan-tuan, yang dikatakan karamah istiqamah, iaitu, tuan-tuan, karamah yang zahir disebabkan tertibnya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dia mengamalkan Al-Quran dan hadis secara istiqamah, akhirnya terzahirlah karamah yang lebih baiklah, yang lebih sempurna. Tapi begitu juga, tuan-tuan, jadi maksud dia wali ni, tuan-tuan, tak semestinya daripada kalangan orang yang alim. Semua kalau wali kutub tu alim lah, tuan-tuan. Guru saya katakan kita belajar wali aktab, afrad, autad, abdal. Guru saya kata wali abdal, tuan-tuan, yang keempat tu, tuan-tuan, orang awam boleh sampai, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh lebih daripada wali abdal lah, tuan-tuan. Tapi wali abdal besar lah, tuan-tuan. Yang paling kecil rijalul ghaib, kan Fatihah kita yang ketiga tu, tuan-tuan, rijalul ghaib. Rijalul ghaib ni wali lah, tuan-tuan, dan wali yang hidup, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, walaupun yang paling kecil wali lah, tuan-tuan, kan tak samalah macam kita, tuan-tuan.
Ya, jadi maksud dia sampai tahap wali abdal, orang awam macam kita boleh dikurniakan Allah Subhanahu wa taala pembukaan begitu, tuan-tuan. Tapi yang lebih daripada itu biasanya daripada orang yang alim, ya. Dia juga berkata, Ibn Athaillah sambung lagi, tuan-tuan, Allah juga memberi karamah ini kepada mereka yang tidak sempurna istiqamahnya. Tuan-tuan, walaupun belum istiqamah, boleh dikurniakan karamah, ya. Jadi tuan-tuan, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dia bagi satu rumus lah, tuan-tuan. Karamah ni, tuan-tuan, tidak akan diberi kepada orang yang mencari. Orang yang beramal pada Allah untuk mencari karamah, dia tidak akan dikurniakan karamah. Karamah tidak akan diberi kepada orang yang bercakap menggunakan hawa nafsunya. Karamah Allah tidak akan diberikan kepada orang yang tidak sempurna akhlak dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita perbaiki akhlak. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, dia kata boleh tak kita bercita-cita nak jadi wali? Boleh, tuan-tuan, dengan niat untuk menjadi kekasih Allah. Bukan niat kita nak jalan atas air, tuan-tuan. Niat kita nak orang sanjung. Itu sama saja seperti kita gilakan pangkat, tuan-tuan. Ayah saya pun kata gitulah. Bertarikat nak jadi syekh, bertarikat nak jadi wali, sama adalah kita gila pangkat juga. Jadi Syekh Yusuf Qaradawi kata boleh, tapi dengan syarat istilah definisi wali itu apa, tuan-tuan. Supaya kita nak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Jadi dari panduan senang itulah. Orang tu panggil dia mengaku dia wali, dia wali lah, tuan-tuan. Dia mengaku dia sufi, dia sapi. Itu saya kata tenang, lembu kan. Ibn Ajibah Al-Hasani rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Ajibah, dia syarah kitab Ibn Athaillah ni. Tapi dalam bab ni, tuan-tuan, dia kritik. Dia tak berapa setuju. Ini pendapat masing-masing lah, tuan-tuan. Dua-dua betul. Dalam raya itu adalah saudara dia tanya, boleh ke Ustaz, pandangan ulama ni dia boleh jadi dua-dua betul? Boleh, dia kata. Pendapat ulama memang biasanya jadi dua-dua betul, sebab dia ulama. Kalau kita boleh jadi dua-dua salah. Sebab ulama ni, tuan-tuan, betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Salah pun dapat pahala. Guru kita salah, apa kita nak buat? Kita semayang taubat. Guru kita yang buat salah, kita semayang taubat. Jangan kita tegur, tuan-tuan. Itu salah kita, tuan-tuan. Nampak guru kita salah, kita tegur. Tak gunung tu ni buat salah nak, tuan-tuan. Adab dia, bila kita nampak kesalahan guru, kita semayang taubat. Kenapa macam tu, tuan-tuan? Guru ni, tuan-tuan, dia makhluk biasa juga. Tapi apabila dia sedar daripada kesilapannya, kerohanian dia naik. Tapi kita ni, tuan-tuan, yang nampak kesalahan guru ni, tuan-tuan, kita akan bicara tak sudah-sudah, tuan-tuan. Sebab itu sesuai dengan nafsu kita, tuan-tuan. Gembira kita, tuan-tuan, kalau kita dapat melihat kesalahan orang lain. Apatah lagi hari ni kalau kita dapat tengok kesalahan ulama, syukur kita, tuan-tuan. Akhirnya kita jadi ulama juga, tuan-tuan. Karamah yang hakiki dianugerahkan ke atas orang yang beristiqamah pada agama dan telah mencapai keyakinan yang sempurna. Ini pendapat Syekh Ibn Ajibah. Kenapa dia jadi pertembungan macam tu, tuan-tuan? Macam saya cakap tadi lah, karamah ni sebenarnya ada dari segi keimanan, kerana dikurniakan syuhud. Satu lagi daripada istiqamahnya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu perkara yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang jika diiringi dengan istiqamah zahir dan batin, maka wajib kita memuliakan orang tersebut kerana padanya terdapat bukti kesempurnaan
Jika tidak diiringi dengan istiqamah, tidak perlulah kita berbuat demikian. Macam kita belajar tarikat, tuan-tuan, kita tahu ada yang kita kata salik, ada yang kita panggil majzub, ada yang kita panggil salik majzub, ada yang kita panggil majzub salik. Salik ni, tuan-tuan, kita berusaha lah. Majzub ni, tuan-tuan, orang yang ditarik Allah. Salik kita boleh ikut tak? Tak boleh. Majzub kita boleh ikut tak? Tak boleh juga. Yang kita boleh ikut, tuan-tuan, orang yang salik, dia majzub. Dia salik dulu, dia berusaha, kemudian dia dapat pembukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang, dia majzub dulu. Dia dapat pembukaan Allah dulu, kemudian baru dia berjalan. Majzub salik seperti berjalan orang yang menurun bukit. Salik majzub, dia berjalan seperti orang yang mendaki bukit. Jadi maksudnya majzub salik ni laju, tuan-tuan, jalannya. Orang yang salik majzub, dia mendaki bukit lah. Tapi kalau dia jatuh sikit je, tuan-tuan. Dia jatuh 1, 2, 3 anak tangga. Tapi majzub salik ni kalau dia jatuh, tuan-tuan, dia jatuh berdebuk lah, tuan-tuan, sebab daripada tempat tinggi dia jatuh ke bawah. Sebagai bukti mengenai perkara ini, Syekh Abu Abbas Al-Mursi berkata, bukanlah maksud orang yang terpilih itu mereka boleh mengelilingi dunia dalam satu masa, tetapi orang yang terpilih itu adalah mereka yang bertukar sifat dirinya ketika ia berada di sisi Tuhannya. Bagaimana, tuan-tuan, kalau kita sentiasa sedar kita berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu tak sama, tuan-tuan. Kalau kita rasa depan kita ni ada raja, si lain, tuan-tuan. Itu raja, ini kan pula raja kepada seluruh raja, tuan-tuan. Ibn Khaldun pula berpendapat di dalam kitab Al-Muqaddimah, siapa yang mengingkari karamah, dia tak percaya karamah, itu adalah satu bentuk kesombongan. Manakala cerita-cerita tentang karamah seseorang itu dan berita mengenai alam gaib serta cara-cara mereka berurusan dengan alam adalah perkara benar, bukanlah perkara mungkar. Sekiranya terdapat ulama yang cenderung mengingkarinya, maka mereka tidak berhak untuk berbuat demikian. Tak boleh ingkari karamah. Jangan kata cerita-cerita wali ni, tuan-tuan, tidak ada sanad. Ada sandaran ni, tuan-tuan, ada sanadnya. Contohnya kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Bustanul Arifin, cerita pasal karamah, cerita pasal wali, tuan-tuan. Tingkatan-tingkatan membersihkan diri. Itu ada sandaran lah, tuan-tuan. Kita ambil daripada Imam Nawawi. Itu satu contoh lah, tuan-tuan. Dan begitu juga kitab-kitab yang lain. Jadi maksud dia kalau kita tolak, tak percaya, kita sombong dan kita lemah lah, tuan-tuan. Sebab kita bergantung kepada diri kita, bukan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ni, tuan-tuan, kita berusaha, kita berdoa, tentulah. Tapi ingat, jangan tinggal yakin. Dulu saya ada masalah banyak. Jadi 3-4 hari lagi nak naik mahkamah masa tu. Saya pun serabut lah, tuan-tuan. Jadi balik jumpa ayah dia. Wah, lagi 3-4 hari nak naik mahkamah, kan. Saya pun berterabur hidup lah rasa, kan. Ayah saya berlak, nakut ni dia. Apa yang kau takut? Dia kata, beramal macam esok. Beramal macam esok lah. Ada lah. Kita dah beramal macam biasa. Apa lagi nak baca? Yakinlah. Kita bukan bergantung pada ilmu, kita juga bukan bergantung pada amal. Kita bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah ada rezeki kita, ada lah. Tak ada rezeki kita, kita tak ada lah. Dan kita yakin Allah takkan sia-siakan. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan, masuk tu balik, tu lapang, tuan-tuan. Kalau tidak ingat apa bodoh nak ambil ni, kan. Kita pun dah serabut, tuan-tuan. Jadi itu pentingnya guru, tuan-tuan. Dia tunjuk kita jalan. Kita dah buat dah, tuan-tuan. Tapi
kesilapan kita dalam memahami. Jadi lalu baru kita tahu. Ya. Alam sebagai saksi kepada kejadian karamah ini dan mengingkarinya adalah satu bentuk kesombongan, kerana karamah ini pernah berlaku kepada para sahabat serta ulama-ulama yang salaf yang terkenal dan masyhur. Jadi karamah ni biasa tuan-tuan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa tuan-tuan di sisi Allah. Yang mati pun Allah boleh hidupkan. Ini kan yang sikit-sikit lah tuan-tuan. Doa sembuh tuan-tuan, tak ada masalah tuan-tuan. Ulama kata kalau kita jaga mulut kita daripada mencaci orang, kita jaga akhlak kita, insya-Allah ambil air baca Fatihah jadi ubat. Tapi kalau mulut kita ni tuan-tuan kerja mencarut tuan-tuan, mulut kita kerja maki orang ni tuan-tuan, menyebarkan fitnah. Ulama kata kau bacalah 100 kali pun Fatihah, nescaya tidak akan menjadi ubat. Jadi sebab tu tuan-tuan, orang dulu pandai tuan-tuan bawa air pergi majlis zikir tuan-tuan. Bacalah, sebab kita tak tahu tuan-tuan daripada ramai-ramai ni tuan-tuan, disebabkan dia Allah terima doa kita, disebabkan dia Allah terima taubat kita tuan-tuan. Kita tumpang-tumpang tuan-tuan. Jadi bawa air bagi anak-anak minum tuan-tuan. Kita pun minumlah sekali tuan-tuan. Itu yang di dalam kitab Risalah Fawaid. Baca Yasin pada air dan madu, minum. Kalau ditakdirkan kita mati, husnul khatimah, mati yang baik tuan-tuan. Jadi adalah Ikhwan tanya, madu tak ada tuan-tuan? Ustaz boleh ke air je? Jadilah, yang penting Yasin tu, bukan madu tu. Yang penting kita baca Quran tu tuan-tuan. Kita minum tuan-tuan. Baru ni pun ada guru saya satu sekolah sakit, itulah saya bawa air pondok tuan-tuan. Baca lah, bagi dia minum. Jadi senang tuan-tuan. Ayat Quran. Di dalam Al-Quran banyak menceritakan kisah-kisah mengenai karamah, seperti kisah Maryam binti Imran yang dikurniakan oleh Allah hidangan di sebalik mihrabnya, dan kisah Asif bin Barqiyah yang mempunyai ilmu kitab bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kan Nabi Sulaiman tanya siapa yang boleh bawa singgah sana. Puteri Balqis datang. Jadi jin kata dia boleh. Sebelum kau bangun dari kursi tu, singgah sana tu sampai. Tapi Asif Barqiyah ni tuan-tuan lagi awal, lagi cepet. Sebelum kau tutup mata kau, sampailah singgah sana tu. Apa yang Asif ni baca tuan-tuan? Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa yang Nabi Isa alaihissalam baca tuan-tuan ketika menghidupkan orang mati? Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebab itu ulama tasawuf termasuk Imam Asy-Syarani rahimahullah taala suruh kita baca tuan-tuan, Ya Hayyu Ya Qayyum. Korang bacalah 40 kali sebelum menunaikan solat subuh. Biar hati kita hidup ni tuan-tuan. Kan kalau orang mati pun boleh hidup kan. Mudah-mudahan hati kita pun hidup tuan-tuan. Janganlah sibuk baca Ya Hayyu Ya Qayyum nak hidup orang mati pula. Ni hati kita ni tuan-tuan, kita hidupkan. Manakala hadis menyebutkan rubba ash'asa arbara marfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Mungkin seorang lelaki yang selekeh, tubuhnya berdebu, yang tidak dihiraukan oleh orang, sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya Allah akan memperkenankannya. Jadi kadang-kadang orang tu kita tengok dari segi mata kita rendah tuan-tuan, kita rasa tapi sebenarnya di sisi Allah dia mulia. Sebab tu tuan-tuan, apabila kita bertarikat, kita ajar diri kita tuan-tuan, kita lihat semua orang jauh lebih mulia daripada kita. Yang terbalik tuan-tuan. Ayyafi berkata di dalam kitab Nas Al-Mahasin Al-Ghaliyah
sekiranya tiada hadis lain kecuali hadis ini, nescaya ianya sudah memadai sebagai dalil. Rahsia karamah adalah kerana ia perkara luar biasa. Sekiranya kita cuba mengadakannya dengan akal, sudah tentu ia tidak menjadi karamah, kerana ia berlaku dalam bentuk biasa dan boleh dikritik. Jadi luar biasa tuan-tuan, sebab kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bergantung dengan Allah, kita tenang tuan-tuan. Bila kita bergantung dengan Allah, kita menjadi kuat tuan-tuan. Kita tidak bimbang urusan rezeki. Kan macam kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan orang yang tanam kat kubur ni tuan-tuan. Dia tanya Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa bila dia kebumikan orang tu menghadap mukanya ke arah kiblat, tapi bila nak ke bumi, wajah itu berpaling, tak nak menghadap kiblat. Apa sebab dia tuan-tuan? Kita bimbang, orang itu bimbang urusan rezekinya. Kita bimbang rezeki kita, besok anak-anak ni makan apa lah. Kita risau apa nak jadi. Jangan tuan-tuan, kita usaha tuan-tuan, tapi ingat, bukan kita yang bagi anak-anak kita makan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi. Janganlah pula tahu kita kata jangan risau urusan rezeki, langsung tak payah belajar, itu lain tuan-tuan. Itu kita usaha, tapi ingat, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita memahami kekuasaan Allah dan keistimewaan yang dianugerahkannya ke atas sebahagian ahli sufi, sudah tentu kita akan menerima hakikat karamah itu dengan tenang. Kita tidak akan mencari-cari alasan-alasan ilmiah bagi beberapa perkara luar biasa karamah yang berlaku ke atas sebahagian daripada mereka. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Yang bermaksud disediakan untuk mereka apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Jadi orang yang dikatakan wali ni tuan-tuan, dia tak risau, dia tak takut, dia tak sedih dengan dunia ni tuan-tuan. Macam surah Yunus tuan-tuan, ala inna awliya illa la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka ni tak takut dan dia tak sedih dengan urusan dunia, sebab dia tahu tuan-tuan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak payah kita sibuk nak membersihkan diri kita, tak payah sibuk agama ni tuan-tuan, Allah yang jaga, bukan kita jaga. Jadi tak payah sibuk kita bergaduh tuan-tuan. Kita ajar satu hal je, kita ajar benda-benda yang baik, kita berzikir, lebihnya Allah yang pelihara. Jangan sampai kita bergaduh memutuskan silaturahim. Kawan saya Cina pun tahu punya orang Melayu ni Ustaz ada dua. Ada dua pecahan. Satu pakai serban, tapi rupanya tak betul dia kata. Satu lagi nampak pakai macam profesional, tapi bukan Islam sangat. Tapi itu Islam yang betul lah. Apa tuan-tuan, lipo macam tu pula. Sebab apa tuan-tuan, kita bergaduh, kan sampai orang nampak tak cantik lah tuan-tuan. Jadi kita terang, kita buat benda yang baik. Agama ni tuan-tuan, Allah jaga, bukan kita jaga, supaya kita tidak melampaui batas. Tak ada yang lebih besar tuan-tuan daripada silaturahim. Jadi tuan-tuan, kisah Syekh Bahauddin Nasyabandi. Syekh Bahauddin Nasyabandi ni tuan-tuan pengasas tarikat Nasyabandi lah. Jadi dia ni tuan-tuan anak murid pelik. Dia suka sorok dia punya karamah. Kenapa kau sorok karamah kau? Jadi dia jawab, aku sorok karamah aku pertama, aku tak nak menjadi pusat perhatian manusia. Dia tak nak orang semua taksub dengan dia. Kita hari ni terbalik tuan-tuan. Kita nak orang ikut kita, kita nak orang taksub kita. Tu yang saya pesan, kau ajar orang kenal Allah. Bukan kau ajar orang kenal kau.
Kau ajar orang bagi pandai. Jangan kau ajar orang bagi tahu kau pandai. Kan itu tuan-tuan. Kan? Ya. Jadi kita pegang macam itulah. Ya. Yang kedua, Imam Syekh Bahaudin ni kata, aku tak nak orang tumpu kepada karamah. Apabila hati sudah tertarik kepada karamah, maka mereka tidak akan lagi rasa lazat untuk mempelajari nilai-nilai kerohanian. Dia dah tak nak zikir dah, tuan-tuan. Dia dah tak nak dah belajar mengenal Allah. Dia tak habis-habis cerita karamah guru dia, tuan-tuan. Ingat kita belajar agama menceritakan kebesaran Allah, tuan-tuan, bukan kebesaran guru kita, tuan-tuan. Dan hadis qudsi, abdi ati'ni aj'aluka rabbaniya taqulu li syai' kun fayakun. Yang bermaksud, wahai hambaku, taatilah kepadaku, nescaya aku jadikan kamu rabbani, iaitu sekiranya kamu berkata kepada sesuatu jadi, maka jadilah ia. Jadi kalau betul jadi, tuan-tuan, janganlah pula doa bukan, tuan-tuan. Sebab tu guru saya dah pesan, kita doa supaya doa kita dimakbulkan. Jangan doa supaya mulut kita masih supaya takut kita bimbang, kita tak boleh jaga mulut kita, tuan-tuan. Besok terlepas ke anak-anak, baru kita tahu, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung, tuan-tuan, dengan zikirlah sikit macam biasa. Kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita niat juga, tuan-tuan, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, Allah pemudahkan segala urusan dan apalah melindungi mereka perjalanan pergi dan balik, insya-Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum rabbana dzul jalali wal ikram wa atubu ilaih min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubi wal asam wa min kulli dhanbin aznabtuhu 'amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan في جميع حركاتي وسكناتي وعطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم أعدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وحطه القلم وأدد ما أوجده القدرة وحسسه الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أسيادنا الكرام سيد أحمد بن إدريس وسيد إبراهيم الرشيد وسيد محمد بن دنروي وسيد شيخ محمد سعيلنجي وسائر مشايخ الطريقة الأحمدية الرشيدية الدندروية وغير هؤلاء السادة الكرام أصحاب الطرق المردية والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سائر الأبطال والأفرار والأوتار والأبدال والأحياء والأنصار والغرفاء والنجباء والنقباء والأمناء والروحانيين والحواريين وإلى سائر أهل النوبة وسائر الرجال الغيب وسائر أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang keempat, tuan-tuan, kita niat pahala daripada seluruh umat Islam, hasilnya kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, mak-mak saudara kita, bapa saudara kita, seluruh ahli keluarga kita, adik-beradik kita, orang-orang yang kita sayang, isteri-isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka, Allah terima segala amal kebaikan mereka, Allah tempatkan mereka bersama orang yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kelima, tuan-tuan dan hadirin, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar sentiasa dikurniakan Allah taufik hidayah dan inayahnya, dikurniakan umur yang diberkati, kesihatan yang baik, dikurniakan kekuatan untuk menjauhkan diri daripada maksiat, dikurniakan kekuatan untuk mentaati segala perintah Allah. Itu juga seluruh ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, kawan-kawan kita. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang dalam masalah, mudah-mudahan Allah beri keringanan. Anak-anak kita yang belajar, yang bekerja, mudah-mudahan Allah berikan kejayaan. Allah lindunglah tuan-tuan daripada ujian akhir zaman ni. Maka lama berat kita tengok Melayu ni takut dah tuan-tuan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله
nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Astagfirullah innallah kana tawwaba. 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 Al-Latif 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 Al-Latif
اللطيف 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا
الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه
لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه يا فتاح يا وهاب 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 ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسي يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 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 صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه المضى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه المضى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه المضى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه المضى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أحمد رسول الله محمد رسول الله أحمد رسول الله محمد رسول الله أحمد 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 رسول الله محمد رسول الله أحمد رسول الله محمد رسول الله أحمد رسول الله أحمد رسول الله أحمد رسول الله
محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أتصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه من الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الملك العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه من الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الملك العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه من الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم
تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الملك العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله. أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله 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 تقوم الساعة على هل يقول semangat sikit tuan-tuan banyak ke bulut semangat sikit. Yang kedua la ilaha illallah yang kedua la taqumu sa'a ala ahadin yaqulu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu
Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت وفنينا دائما سرمدا إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقضائك من الصابرين ومن الحلال مرزوق وعن الحرام معصوم وفي الجنان منعم وعن النيران مبعد وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي ناذري ومتمتين ردنا اللهم إليك مردا جميلا، اللهم إليك مردا جميلا، اللهم إليك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن نصرنا ولمن هدانا إلى الخير وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب عفوا فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الليل المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تشرف عنا قربتنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الرراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة محبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والحرم والمحصن والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة النساء ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر عنا خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما آذى به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما
ما أتحمل به العذاب من جميع العباد. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتلقى به جميع الأقدار الجارية علينا بالرضا والتسليم. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أكون هاديا مهديا. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما تسير به حركاتنا وسكناتنا كلها مردية عندك. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتجمل به بين يديك في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا عدوا إلا غددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها بيسر منك يا أرحم الراحمين. يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هب لنا مسيئنا لمسيئنا ومقصرنا لآملنا، وهب لنا كل لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق سائر العمال والوزراء والسلاطين والملوك والأمراء لرعاية أمور الدين والمحافظة على حقوق المسلمين وإقامة ألف الأحكام والتمسك بفضائل الإسلام. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب سنة على القوم المفسدين. رب سنة على القوم المفسدين. رب سنة على القوم المفسدين. رب سنة على من ظلمنا. رب سنة على من ظلمنا. رب سنة على من ظلمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم سلمهم فرال وترحال. اللهم سلمهم فرال وترحال. اللهم سلمهم فرال وترحال. اللهم سلمهم وسلم ما معهم واحفظهم واحفظ ما معهم وبلغهم وبلغ ما معهم. اللهم سلمهم وسلم ما معهم واحفظهم واحفظ ما معهم وبلغهم وبلغ ما معهم. اللهم سلمهم وسلم ما معهم واحفظهم واحفظ ما معهم وبلغهم وبلغ ما معهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.